ايه؟ ايه بتقول ايه؟ انت بتقارني انا بتقارني بامك؟ ازاي تقارن زوجتك بامك؟ ازاي تحطي امك وانا في وجه مقارنة بين بعض؟ ازاي؟ ايه يا رجالة، فوقوا شوية، فوقوا، خدوا بالكم كده من الكلام شوية. ازاي ماما، ازاي مراتي، الاتنين اقارنهم ببعض واحطهم في وجه مقارنة؟ ايش جاب لي جاب؟ صح يا رجالة؟ صح؟ اظن كلكم اخدتكم الشهامة وزعلتوا جدا، صح؟ تعالوا ما تزعلوش. الام على راسنا من فوق يا جماعة، الا الام والله، الا الام. تعالوا كده وانا هقول لكم في ايه. الاول كده، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. وتعالوا هقول لكم كلمتين. دلوقتي انا دخلت على بوست مكتوب فيه: لو اتحطيت في وجه مقارنة بين امك وزوجتك هتختار مين؟ وبقيت بين نارين. ليه تبقى بين نارين؟ ليه تقارن امك بزوجتك او زوجتك بامك؟ يا جماعة مفيش اي وجه مقارنة بين الزوجة والام، مفيش اي وجه مقارنة بين الزوجة والام. هما شخص واحد. زوجتك هي امك هي الزوجة. يا جماعة خدوا بالكم من ده. انا دخلت على التعليقات وداخله ومتوقعه كل اللي هلاقيه: مراتك تروح في 60 داهيه، امك ما تتعوضش. لا، امك ثم امك ثم امك، الزوجه يجي غيرها. ايه كميه التعليقات اللي نازله دي؟ انا مش فاكره، كله حاجات وداخله ومتوقعه. الرجال اخدها الشهامه جدا. لا، تقول لا الام ما تتعوضش، لا. ايه ده؟ ادخلوا بقى على الامهات اللي هي الشديده برضو، ما هو موجود كله. لا، امه هي اللي طبطبت، هي اللي حنينه، هي اللي رضعت، هي اللي اكلت، انت بتذليه. جرى ايه؟ ما كل الامهات عملوا كده. ادخلوا بقى على الازواج اللي هم ايه، ما اعرفش هي حكيمه ولا عايزه تعمل نفسها حكيمه او خايفه، ممكن يكون الاتنين بتقول يعدل بين الاتنين. في بقى اللي هي خايفه بجد، اللي علقت وقالت ايه، مش عارفه ارد. والله احسن. ما هو في المواقف دي اما الردود تبقى بدون عقل يبقى قلة الكلام احسن. ليه يا جماعة؟ ليه يا جماعة تقارن زوجتك بأمك؟ الأم حاجة تانية، أمك ثم أمك ثم أمك. طب وهي الزوجة ايه؟ ما الزوجة هي الأم. انت دلوقتي يلي دخلت قلت لا زوجتي اطلقها واجيب غيرها لكن امي ما تتعوضش. عرفت امك ما تتعوضش؟ يعني يوم باباك ما يطلق امك انت مش هتعرف تجيب ام تانية. صح؟ الام ما تتعوضش اللي هي زوجتك، ان انت مش هتعرف تعوض اولادك بام تانية. يوم ما تطلق زوجتك مش هتعرف تعوض اولادك بام تانية زيها. اللي ما ترضهوش على امك ما ترضهوش على زوجتك. شيلها على دماغك من فوق، ربنا هيكرمك. وراضي زوجتك ربنا هيكرمك، وهتعيش مرتاح. هتعيش مرتاح بين الاتنين. يوم ما تراضي الطرفين هتعيش مرتاح ومرتاح جدا. لكن يوم ما تيجي على طرف علشان وتظلم طرف عشان تراضيه وتظلم الطرف التاني، هتبقى عيشتك سواء دمار خراب. ايوه والله، والله بجد. ليه؟ لان انت ربنا مش هيكون مرضي. لو فاكر ان انت كده بترضي ربنا، لا. هتقول ده ربنا وصانا وقال امك ثم امك. طبعا ربنا وصانا، وربنا زي ما قال هيدخلك الجنة في امك، برضو ربنا وصاك بزوجتك وجعلنا بينكم مودة ورحمة. امك وابيك وصاحبتك وبنيك، ربنا وصاك برضو بزوجتك، لان هي خلاص طلعت من بيت اهلها، بقت في رقبتك انت، مسؤول عنها في كل حاجة، عن حزنها وفرحها وعن كل حاجة. خلاص مرضها صحتها كله خلاص هي في رقبتك، انت اللي هتتحاسب بيه. غلطها انت اللي هتتحاسب بيه، عملها الكويس اعدلك، كل حاجة هتتحاسب بيه. وانتوا يا رجالة برضو موجودين اللي بيبقوا ازواجهم، على مش كله بيبقى مامته بس، لا، ده في بقى اللي بيفضلوا ازواجهم. كل حاجة موجودة. ليه تفضل زوجتك على امك؟ امك
فعلا بقى هرجع لكلام الام اللي مكسوره اللي ردت وقالت ده انا اللي ربيته وانا اللي عملته الام الاول. بس ما تقوليش برضو الام الاول، قولوا له انا ومراتك احنا الاثنين. امك ما تنساش امك، ماشي؟ ما تنساش مراتك، ماشي يا حبيبي؟ ما تنساش مراتك وما تنساش امك، الاتنين اعدل بينهم، مش هتخسر حاجة، ده انت هتكسب رضا الله، هتكسب تعيش مرتاح، اولادك يعيشوا نفسيتهم مرتاحة. طول ما البيت بيبقى فيه مشاكل بتبقى النفسية تحت الصفر للاولاد. هتلاقي كل حاجة بتتحسن في حياتك. ما تحطش مقارنة بين امك ومراتك، راضيهم الاتنين. امك الكلمة الحلوة ساعة ما بتقولها لها بتطير من الفرح وتفضل تدعي لك وتبقى مبسوطة جدا. انت بتقول لأمك كلمة حلوة بترضيها، في فرق بينها وبين مراتك؟ لا. ليه؟ لأن هي نفس المرأة هتدخل برضه على مراتك هتقول لها كلمة حلوة، يا سلام، هتطول بك السما. يبقى هنا رضيت بكلمة وهنا رضيت بكلمة، ما خسرتش حاجة، هتتبسط وهتفرح بيك مراتك، لأن هي الأم. فوق شوية يا رجالة، أمنا على دماغنا، حبيبتنا، نور عينينا، والزوجة بكلمة حلوة هتكسبها وترضيها. السلام عليكم.